نحن ما بنصدق حدا لحتى نتأكد بعيوننا. لكن اليوم ليش رحنا أنا وأخي أبو حاتم على التحري وما خلونا نطلع على الأوراق؟ كلام أبو قاسم دوزان، الله يهديه يا عصام. كان لازم يخبرنا بكير لحتى نعرف نتصرف، مو هيك يطالعنا بالخجلة. اللي صار الكل بيعرفه، فما في داعي لا نزيده ولا نعيده. وأبو عصام ما بيقدر يكون زعيم الحارة. مزبوط، عداك العيب شيخي، أبو عصام مو خرج. فاليوم جمعتنا هاي مشان كلياتنا نتفق مين ممكن يكون زعيم الحارة. يا جماعة الخير، لسه بكير نحط زعيم بدل عمي أبو عصام. أصلا بكير نحكي بالموضوع وما بيجوز نحكي بالموضوع. بكرة رح تشوفوها القصة كلها رح تطلع ملعوب ملعوب. بعدين شو علينا؟ خلينا نسمعوا لعمي أبو عصام ونبحبش وندقدس على قصة الوراق وطلعته. برقدا ها، في حدا حاط له براسه وعم يشتغل فيه ومدبر له هالفاينة؟ والله كلامك مزبوط يا ابني، نحن اجينا دغري وبتينا بأمر الزعامة. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. أنا حاسس إنه الحارة عم تغلي غلي. لا تهدى الأحوال شوي، بنجيبه لهذا هلال، بنكرمه وبنراضيه. أخي أبو حاتم عم يحكي معدل، خلينا نجيب هلال نكرمه ونراضيه. باينته مغضوب ومشرانين، ونحن يعني مو ناقصنا عيب.